اقول لك ان ميسي في الفتره الحرجه ظهر ميسي، وادي ميسي بيظهر ويبان وعليه الامان، والهدف الاول هو الفنان، هو الاسطوره، هو الظاهره. بص شوف ميسي يكتم براسه وياخدها على فخده ويعملها حلوه في مرمى الحارس سينيجو لياتي الهدف الاول، هدفه الاول هنا في هذه المباراه وهدفه رقم 32 في صداره الهدافين. بص شوف ميسي بيعمل ايه، 10 على 10. ينطلق الظاهره، ينطلق الاسطوره في توقع وفي انطلاقه وفي لمسه وفي بصمه، ويضع الفريق في المقدمه في الدقيقه 12 من هذه المباراه. ليو يسجل هنا هدفه رقم 501. بص الخطا، هذه الاخطاء ميسي معهوش حد طبعا في هذه اللقطه من المدافعين، لكن شوف الذكاء وتوقع الخطا، وخد الكره وانطلق والسنده واللي شالها. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ليو ادي التوقع. شوف الخطفه عاملها حلوه قوي، وكتب الكره ازاي براسه، وواحده على وش رجله وسنده ثانيه وبالشمال يضعها باقتدار امامنا. ادي الهدف هذا الموسم في الدوري رقم 32، هدفه رقم 501 اجمالا في كل المسابقات، رقم 344 في مسابقه الدوري، واللي بيسجله في هذه اللقطه وفي هذه اللمحه، وهدفه رقم 403 بالقدم اليسرى. ارقام دائما وابدا تجدها مع طبعا هذا النجم وهذا البلاوغرانا. وادي اردا توران، وتضيع الكره من باكو الكافيرا، ترجع مره ثانيه لدينيس، ضغط بالبرصه، التعزيز، هدف ثاني يريح، وادي الكره الارضيه، اندري جوميز. اخيرا اندري جوميز هو ليه هدف في مرمى فالنسيا ناديه السابق، لكن هدف راكيتيتش يسطع، واندري جوميز يضعها بكل قوه لتعبر عما بداخله من احاسيس وانتقادات. يضعها هنا اندري جوميز عشان يضع البارسا في نتيجه مطمئنه 2-0 بعد مرور 30 دقيقه. ميسي في الدقيقه 12 ويسجل اندري جوميز امامنا، الذي يحوز دائما على ثقه لويس انريكي ويتلقى انتقادات ويضعها رائعه بباطن القدم من عند نقطه الجزاء. شوف هنا بقى الكره من راكيتيتش ايه، معموله بالسنتي، وادي التسديده من اللاعب اندري جوميز يضمنها بباطن القدم، يضعها على يسار سينيجو. وبالفعل كانت محاوله من اوير، ولكن البارسا يعرف الطريق للعوده والمنافسه على اللقب الليجا بعد هذه المباراه مباشره في ملعب ريو ثور امام فريق ديبورتيفو لا كورونيا. ادي امامنا هنا الكره الثابته، تسديده على طول، وهدف هنا لنادي اوساسونا، هدف لاوساسونا في هذه اللقطه عن طريق اللاعب روبرتو توريس، وهدفه السابع هذا الموسم. روبرتو توريس يسجل هنا من الكرة الثابتة، حائط البشري في اللقطة الماضية، ومسؤولية تير شتيجن اللي توقعها من فوق الحائط وخد الخطوة، ولكن على طول الكرة راحت في الزاوية بتاعت تير شتيجن، خطأ من تير شتيجن الألماني، وهدف في مرمى تير شتيجن اللي يقلص النتيجة إلى 2 البارسا 1 لأوساسونا هنا عن طريق هذا اللاعب. شوف بقى لما في 10 مباريات الأخيرة في الكامب نو يسجل البارسا 34 هدف ويسجل اوساسونا هدف وحيد في هذه اللقطه، يبقى هدفه الثالث في 11 مباراه، والبارسا سجل 36 في 11 مباراه. لكن هدف حلو قوي من اللاعب روبرتو توريس اللي وضعها باقتدار هنا، كانه متخصص انه يسجل. لاعب ماتشيرانو الراسيه اللي كانت ارتطمت في القائم في الدقيقه 51، وايضا الكره اللي كانت طبعا فيها مطالبه بركله جزاء لكن لم تحتسب. وادي امامنا استلام، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هي الحلوه من الاول من بيكي، ترتد من القائم، واندري جوميز في هذه الليله يضع نفسه بقوه، سجل في مرمى فالنسيا وسجل هدف ثاني. المتابعه تعطي البارسا الافضليه 3-1 وتريح الاعصاب، ويتقدم البارسا بفارق الهدفين مره ثانيه على هذا الفريق اوساسونا. ادي الكره القويه من بيكي، ترتد بالقائم واستيوانا على الاستلام، مهاره عاليه قوي من جانب اللاعب بيكي، وبالقدم اليسرى ترتد بالقائم اليمين. اندري جوميز البرتغالي النهارده في قمه التالق وبنفس الطريقه بباطن القدم، لكن المره دي من ردة فعل عاليه، عرضيه راكيتيتش في الهدف الثاني وقائم، وكره بيكي ترتد الى اندري جوميز اللي بيضع البارسا في تقدم، وتقدم مريح 3-1.
هدف روبرتو توريس اعطى حيويه واعطى ثقه للقاء، وأنع لصالح البارسا هنا في ملعب اللقاء. استلام على طول من جانب ميسي، يبحث عن هدف جديد. يا عيني يا عيني يا عيني، بلمسه فنان، باحساس الساحر ميسي امامنا هنا، يضع هذه الكره باقتدار باقتدار باقتدار. 104 ثنائيه خلال اهدافه، 104 مره يسجل ثنائيه، عنده 32 هاتريك، عنده 4 مرات سوبر هاتريك، 5 اهداف في مباراه واحده حققها مره واحده. هذا هو، ادي امامنا اهو ليو ميسي يسجل هدف يعني بلمسه ميسي. شوف ميسي، شوف ميسي وقدرات ميسي واحساس ميسي. ادي اهو راجل استلم بيعدي كانها تقسيمه ووضعها قويه قويه جدا. هدف بنفس الكيفيه بنفس الطريقه اللي سجل بيها في مرمى ريال مدريد. عملت له من انيستا، المره دي بقى هو راح ووصل الى المكان المحبب، وهدف من خارج منطقه الجزاء. 74 هدف من اهدافه ال 502 من خارج منطقه الجزاء، ومن داخل المنطقه بقوا 428. هذه هي ارقام ميسي. ميسي يتساوى مع زيلر. ركنيه رقم 7 في المباراه، 4-1 للبارسا. سهوله المباراه يعني واضحه طبعا في إن لما سجل اوساسونا وكان ممكن يعادل النتيجه. ادي امامنا هدف جديد. باكو الكثير يسجل هنا في هذه اللقطة هدفه الخامس في الليجا، وهدف البارسا الخامس. هدف البارسا الخامس، 5-1. يا ولد يا ولد يا ولد. هذه باكو الكثير، الدوري الإسباني القادم من فالنسيا. هدف يأتي هنا عن طريق باكو الكثير اللي شارك في اللقاءات الأخيرة، واللي أصبح عنصر من عناصر أساسية. 7 لقاء ليه كلاعب أساسي، ومرتين 12 مرة كلاعب بديل. أدي أمامنا ماتشرانو، شوف رايح فين، وباكو الكثير. وأدي أمامنا الصراع مع اللاعب أوير، ولكن صعبة على سينيجو اللي في هذه اللقطة طبعا يتعرض للهدف، وهو الهدف الخامس في اللقاء. الهدف الخامس في اللقاء، باكو في الدقيقة 64. باكو الكثير عنده 5 أهداف على فكرة، ويحاول إثبات ذاته أمامنا هنا. دينيس سواريز ركل الجزاء لصالح فريق نادي برشلونة. 5-1 النتيجة. البارسا أكبر فوز كان 8-0. خرج ميسي وماتشرانو هل يسجل أول أهدافه بألوان البارسا. ماتشرانو آخر أهدافه الدولية كانت مع الأرجنتين في مرمى ترينيداد وتوباغو. ودي ماتشرانو، هدف تاريخي صحيح، هو الهدف السادس في مرمى اوساسونا المتواضع، ولكن ماتشرانو اخيرا يسجل بالوان البارسا. لويس انريكي وامامنا هو اللي ممكن يخلفه خوان كارلوس انثوي، والحوار ومن الخلف ميسي، كأن ميسي هو اللي قالها له، قال له خلي ماتشرانو يسجل. النهارده ماتشرانو كان قريب انه يسجل في اكثر من كره، ويسجل خافيير ماتشرانو هدفه الاول بالوان البارسا في هذه الكره وفي هذه اللقطه. قويه كره في شباك سينيجو، لتصبح النتيجه بهذه الكيفيه بهذه القوه، يضعها في منتصف المرمى، وسينيجو من الوضع راقدا. وامامنا هو قال له عندك حق يا ميسي. يبدو ان ميسي غشش لويس انريكي، قال له خلي ماتشرانو يسجل. 6-1 نصف دسته. وادي امامنا باكو الكثير في هدف جديد. عدى وفات وسجل السابع. 7-1. باكو الكثير يسجل ثنائيه، ويقول انه حاضر وبقوه في هذه المباراه، وثنائيه والهدف السابع في الدقيقه 86. باكو الكثير صاحب الهدف الخامس وصاحب الهدف السادس كان ماتشرانو، وهدف السابع كان لباكو. وامامنا سينيجو النهارده سينيجو يدخل في مرماه 7 أهداف في هذه الليله. اكبر فوز 8-0 كان لصالح البارسا. بص شوف دينيس سواريز، تمريره ودفاع اوساسونا طبعا يعني في هذه اللقطه يدخل في مرماهم 82 هدف، والبارسا بيسجل كده 101 هدف بالسباعيه النهارده. 7-1 في هذه المباراه. صحيح كان في 8-0، كان ذلك
في 2011 2012، وايضا كان في 7-0 في 2013 2014 لما سجل البارسا 7-0 هنا في ملعب الكامب نو. باكو الكافان يسجل الهدف السادس ليه في الدوري هذا الموسم، 6 أهداف. بلباو وغرناطة وريال سوسيداد